السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم السمك المقلي بطريقه حلوه جدا. اتمنى تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها في الكومنتات. انا عاملاها بطريقه حلوه جدا، ان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها. طبعا الطريقه دي طريقه ماما حبيبتي، انا على طول واخداها منها الصراحه، بحب الطريقه دي جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عباره عن ايه. اول حاجه هنا انا معايا سمك. طبعا السمك كان الراجل بتاع السمك منضفهولي، بس برضو انا لازم بعيد وراه كده، يعني لازم انضف السمكة برضو من جوه. يعني مهما هو برضو بينضف انا لازم اعيد وراه. برضو عشان لو في حاجة كده ولا كده اشيلها على طول تحت المية. زي ما انتوا شايفين نضفت كل كمية السمك اللي معايا. وبعد كده بقى حطيت عليه ملح وليمون، واسيبه شوية كده يتنقع مع الملح والليمون. وهنا بقى هعمل التتبيلة بتاعت السمك. جبت بولة وحطيت فيها شوية مية وحطيت عليها توم مفروم وفلفل مفروم. بجد الطريقه دي حلوه جدا. ومعايا بهارات بقى عباره عن ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا وكركم وكزبره وكمون، وكمان خل وعصير ليمون. وقلبت كله مع بعضه، وهحط بقى السمك في التتبيله دي واسيبه منقوع كده في قلب التتبيله لمده ساعتين. بجد التتبيله دي حلوه جدا. طبعا اللي ما بيحبش التوم يتحشى جواها يعمل الطريقه دي جميله جدا، هتعجبكم جدا. طبعا زي ما قلت لك دي تتبيله ماما حبيبتي، انا على طول واخداها منها وعلى طول معتمده الطريقه دي. هنا بقى قلت اسيبه يتنقع لمده ساعتين. قلت اجي هنا اعمل بقى الرز الصياديه. هنا قطعت بصله صغير وحطيتها على النار، ولما اخدت لون كده حطيت عليها معلقه سكر. متقلقيش، طبعا معلقه السكر بتخلي الرز تحفه، جربيها وهتدعيلي. وهنا كان البصل بيحمر، لازم ياخد اللون الغامق ده. وبعد كده حطيت كوبايتين ميه، وحطيت معلقه ملح ومعلقه كمون وكوبايتين رز. طبعا لكل كوبايه رز كوبايه ميه. وقلبته كويس واغطيه بقى لحد ما يستوي ويتشرب الميه. وبعد كده اوطي النار خالص. وهنا بقى معايا دقيق وعليه نشا ونفس البهارات اللي عملتها في التتبيله حطيتها على الدقيق، اللي هي ملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وكركم وبابريكا وشطه وكمون وكزبره. كل البهارات اللي حطيتها في التتبيله حطيتها تاني مع الدقيق. وطبعا النشا حلوه قوي مع الدقيق، بيخلي السمك مقرمش وجميل. وهنا بقى طلعت السمك من التتبيله وحطيته في قلب الدقيق، واللي اعمله بحطه في طبق على جنب. وطبعا بعد ما بعمل بالدقيق برجعه تاني في قلب مية التتبيله وبعد كده اقليه. بيخلي الخطوه دي بيخلي السمك تحفه جدا ومقرمش. انا هنا كنت خلصت بقى كل السمك، غلفته كده بالدقيق والنشا. وهنا الزيت كان سخن زي ما قلت لكم. السمكه بحطها في قلب الميه وبدات اقلي هنا السمك زي ما انتوا شايفين كده. وهقلي بقى كل الكميه اللي معايا. أنا هنا كنت خلصت كل كميه السمك اللي معايا، وده كان الشكل النهائي. اتمنى يعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم، وبجد جربوا الطريقه دي مش هتندموا ابدا، وهتدعوا لي وهتدعوا لماما كمان. اهم حاجه ماما ادعوا لها كتير. ربنا يديها الصحه يا رب. اتمنى وصفه النهارده تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها، وما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. والقاكم ان شاء الله في فيديو جديد تاني، ومع السلامه.